اعتقد لك سلام من الكابتن ماجد البلوي، مدرب احد المدربين المميزين في الدوري السعودي، على لبسك التيشيرت الاهلي السعودي. والله للامانه تواصل معاي وبعد المسج قال لازم تشكر لي عزيز عطيه والله بالعكس، انه لبس تيشيرت الاهلي السعودي. شرفت والله. وصلت الرساله يا كابتن سلم ماجد عليه ونتمنى له التوفيق. حياك الله عبد العزيز، صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور. هيك بما ان تطرقنا لموضوع التيشيرت، خل اشكر اخونا مساعد بن سعد السحيمي بعد تغريده يقول تستاهلون. طبعا الاخ مساعد عضو الشرف في نادي الاهلي هو اللي اهداني التيشيرت عن طريق اخونا العزيز احمد الرمضان. يقول تستاهلون والله لايق عليك شعار الاهلي ونتمنى تشرفونا. اول شيء انت شرفنا يا اخوي مساعد، ونتمنى نستضيفك هنا ونقوم بالواجب. يعني ارجع اقول الاهلاويه راقين، فمهما عملنا لكم ومهما قمنا بواجبكم لن نوفي الاهلاويه الراقين، مع ان هالكلام يزعل ابو فريح ادري، بس ما عليه. الدوري حق الاهلي. ويقول ايه انا واخوي على ولد عمي، وانا ولد عمي على الغريب. شلون؟ فالنصر يعني ياخذ اي فريق ولا ياخذ الهلال. زين، يعني بتفوزون على الهلال عشان والله الدوري حق هي في البدايه ابو سعود، يعني مباراه النصر والهلال انت عارف دائما هي ديربي. نعم. يعني ايا كان يعني هي تبقى للتاريخ. نعم. فوز مواجهات تبقى التاريخ بينهم، وانت تعرف يعني نعم. الفريق الفايز تكون راح اتكلم اكثر، بس ما ابي اتاخر على اخوي فهد الجلعودي، امون عليه زميلنا الاعلامي السعودي. اخوي فهد صبحك الله بالخير. المباراه اعتقد يعني الانظار عليها بشده، خاصه من جانب الهلاليه، لان هناك انباء تقول بان فرصه اخيره للسيد دونيس مدرب الهلال اذا ما فاز في هالمباراه قد يعفى من منصبه. هل هذا الكلام صحيح؟ صبحك الله بالخير اخوي ابو سعود، وارحب فيك وارحب باخوان الاعزاء الموجودين معك. صبحك الله بالخير. كلامك صحيح ابو سعود. هي الفرصه الاخيره لمدرب دونيس، يوجد عدم رضا المدرب ولكنها الاداره ارجعت يعني يمكن قرار ابعاده الى ما بعد مباراه النصر اللي هي قدر. فالمدرب الان يعيش يعني تحت ظروف سيئه صراحه، ظروف نفسيه سيئه، ومباراه يعني مباراه قدر هي تتحدد وجوده من عدم يعني المباراه بالنسبه لدونيس هي ستكون المربع الاخيره في حاله الخساره او التعادل. انت ايش متوقع؟ التعادل ستبعد دونيس. ايش متوقع حق المباراه فهد؟ انا اتوقع يا ابو سعود فوز النصر. نتيجه كبيره ولا؟ لا مو نتيجه كبيره، تركيبه المباراه ابو سعود، تركيبه المباراه وطريقه المباراه وضغط المباراه الان يتجه للنصر، لان النصر يعني يريد لاعب يعني بدون مع جماهيرهم بفوزهم وابعادهم مع الهلال عن صداره الدوري وابعاد عن البطوله، يعني هذه فرصه انهم يصالحون فيها جماهير. على الجانب الاخر فريق الهلال يعيش تحت ضغط يعني كبير جدا، هذا الضغط راح ياثر على فريق الهلال بمستواه قدم. فانا اقول المباراه ستكون نصراويه قدم، وتذكر كلامي قدم يا ابو سعود، وفوز نصراوي يعني في هذا المواجهه الصعبه والمستقبل التي تنتظرها الجماهير الخليجيه جميعا. انت تتوقع النصر، بس امنياتك شنو؟ امنياتي تظهر مباراه جميله تعكس الصوره الجميله وللدوري السعودي القوي. جواب دبلوماسي يا اخوي فهد. لا مو جواب دبلوماسي، جواب واقعي، وانا اعني ما اقوله، واتمنى انها ستظهر مباراه قويه، وانا اتمنى واتوقع انها ستظهر مباراه جميله جدا جدا. نعم. فالمباراه غدا يعني ستشهد يعني نديه وقوه وحماس، وستشهد اقالات، وستشهد ممكن يعني اشياء اخرى. ايش قصدك باشياء اخرى؟ اشياء اخرى قد يعني شيء يخرج عن المألوف قدم بعد نهايه المباراه. نعم. في حاله ما تنتهي بالتعادل. والله احنا نتمنى ما تخرج عن المألوف يا اخوي فهد، لكن ان شاء الله انا عندي يعني وعندي اخبار وعندي انها ستطلع اشياء اخرى قدم بعد المباراه. بعد المباراه. عدم التعادل. بعد المباراه. بعد نهايه المباراه. اي بس بشرط ان لا يخسر احد الفريقين. شلون؟
في خساره احد الفريقين، يعني ما تكون بالتعادل، ما تنتهي بالتعادل. أوكي. يعني في اشياء ستخرج خارج عن المألوف قدر. طيب. بس ابو سعود انا ودي اعرج على شيء اخر. تفضل. المدرب اليوم اعلن تشكيله المنتخب وتصفيات كاس العالم. نعم. ورأينا اسماء كانت احتياط في انديتها، رايناهم الان يتصدرون التشكيله، وما ادري منو اللي مختار التشكيله. المدرب قائد، يعني انا صار لي شهرين ما ادري وين مثل المدرب، هل هو بالسعوديه ولا خارج السعوديه؟ ما ادري عنه، ما ادري منو اللي اختار. فهذه من الاسماء اللي مو مقتنع فيها يا فهد؟ عطني اسمين. يعني نايف هزازي، سالم الدوسري، يعني هم شايع شراحيلي يعيش فتره هبوط مستواه، نراهم الان بالتشكيله. يعني هل هي اختيار؟ كيف الاختيار؟ ما ادري من المختار. طيب. يعني هذه سقطه من السقطات الكبيره الذي النادي اتحاد احمد عيد يعبث بنا بس بالمنتخب. والله يستر لنا المباراتين القادمتين، وننتظر نتكلم. الان الفتره لا تسمح لنا نقول كلام او نهاجم. الكل يقول انت تهاجم اتحاد احمد عيد، انت اتحاد احمد عيد. التشكيله الله يستر منها اليوم طلعت، وان شاء الله ان المنتخب بس يخالف التوقعات ويفوز. طيب. ونقول لاحمد عيد الله يعيننا يا احمد عيد واتحادك. مشكور يا اخوي فهد. الله يعطيك العافيه زميلنا الاعلامي السعودي اللي تشرفت الحقيقه في مزاملته في خارج الكويت داخل الكويت، ونعم الاخ ونعم الصديق، ونتشرف كل زملائنا الاعلاميين من المملكه العربيه السعوديه الشقيقه.